السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طلاب الصف الثالث الثانوي، اهلا وسهلا بكم. النهارده مع يونت 4 بارت 1. زي ما اتفقنا من اول السنة ان حضراتكم من خلال الفيديوهات اللي بديها لكم بنقسم اليونت لتو بارتس. بارت 1 بيكون فيه الفوكاب بكل تفاصيلها. طيب يونت 4 اسمه taking care of ourselves، الاعتناء بانفسنا، taking care of ourselves. طب بنعمل ايه يا مستر بقى؟ احنا في الفوكاب لما نيجي نتعامل معاها، احنا كده بارت 1 اللي هو بيركز على الفوكاب، الكلمات. طبعا انت طالب ثانويه عامه، انت مش هتحفظ الكلمه بمعناها الحرفي وخلاص، ده انت لازم تعرف. احنا كده بنعمل الورمنج اب. الفوكاب بتاعتي الكلمات، طبعا نعرف المعنى، المينينج بتاع الكلمه، ونعرف السينونيم بتاعها ايه اللي بيساويها، اللي هو the same meaning، نفس المعنى. وبنعرف ايه تاني في الفوكاب؟ حاجه اسمها الانتونيمز، اللي هو الاوبوزيت مينينج، المعنى العكسي. يبقى انت لما تعرف كلمه لازم تعرف معناها وتعرف ايه اللي بيساويها وايه اللي عكسها، الاوبوزيت مينينج. طبعا انت لو عملت الكلام ده في كل الكلمات يبقى انت هتزيد حصيله كلمات غير عاديه. يعني مثال، لو انا قلت مثلا كلمه زي كلمه نيو، جديد، بيساويها كلمه ايه؟ مودرن، حديث، صح كده؟ وعكسها كلمه اولد او كلمه انشنت. يبقى انا كده من كلمه واحده طلعت اربع كلمات. طيب ولازم برضو قبل ما اقول النوتس لازم نعرف حاجه اسمها الورد بيلدينج، اللي هو هل الكلمه دي انا زودت لها بريفكس يعني بدايه، ولا في نهايتها في suffix اللي هي النهايه، بحيث اعرف الكلمه اللي قدامي دي هل هي الروت الاصل ولا فيها اضافات او نهايات. وفي نوتس بعد كده يا جماعه ان في كلمات بتبقى متشابهه مع بعض، زي ما انا اخدنا كلمه award وريورد، تمام كده؟ في كلمات بيبقى شكلها قريب من بعض ولكن في اختلاف في المعنى. وطبعا مبدا في الديفينيشنز، التعريفات، ومبدانا اللي احنا بنعمل براكتس على اي كبيره وصغيره علشان نتمكن من المهاره بتاعتنا، اللي هو سؤال التشوز بتاعنا ان شاء الله. يبقى احنا كده هنتكلم في يونت 4 بارت 1 على كل الفوكاب بكل تفاصيلها. تعال نشوف الفوكابلري بتاعتنا. كلمه alert معناها يغير او يتغير، ودي تعتبر فيرب وهو ريجولر، منتظم. بيرن اوت يعني انهاك او متعب او نفذ الطاقه اللي بتاعته. لو قلت عن نفسي I am burn out معناها انا منهك، انا تعبان او مرهق. كلير اوف يعني يغادر او يزول او ينتهي. كلير اوف ينتهي. يعني مثلا اقول لك ايه؟ هل تعتقد ان الموجه الحاره دي هتنتهي؟ Do you think that the hot weather will clear off recently؟ هينتهي قريبا او حاليا. يبقى كلمه clear off يعني ينتهي او يغادر او يزول. كوب بمعنى يساير، يتصدى، يتأقلم. كلمة كوب with. exhausted يعني مرهق، والاتش سايلنت. exhausted دي صفة، مرهق أو مجهد أو تعبان. frown دي verb بمعنى يكشر، خلاص، يعبس. improve برضو verb بمعنى يحسن أو يتحسن. manage verb بمعنى يدير أو ينجح أو يتمكن، جاء من كلمة مانجر مدير، مانجمنت الإدارة، خلي بالكوا دي كلها مشتقات اهو. مانجمنت زودت لها منت، إدارة أو تحكم. منتال هيلث الصحة العقلية أو النفسية. منتال يعني عقلي أو ذهني مرتبط بالعقل. افيرز يعني شؤون، أحداث. الارم يعني منبه أو يزعج. طيب احنا لما بنيجي نحفظ يا شباب، حضرتك متشكر كده ما تقعدش تكتب الكلمة وتنزل بيها للآخر، لا، ده الكلام ده كلام بدائي شوية. ولكن حضرتك ممكن تختار كل كلمة تحطها في جملة. يعني مثلا ايه؟ مكتوب مانجر، مانجمنت، كل الكلام ده حطه في جملة. لما ممكن اقول ايه؟ مثلا مثال I am exhausted، انا مرهق. ليه بقى يا جماعة؟ because لأن المدير بتاعي بقى my manager، كده قلت مدير ما قلتش يدير. my manager gave اعطاني a lot of ايه؟ اداني مثلا عمل كتير. a lot of ممكن نقول a lot of work، اعمال كثيره. خلاص كده؟ ممكن اقول مثلا
من الضروري ان انا احافظ على الصحه العقليه. يعني بقى اقول اتس امبورتنت، انا اقول الجمله بالعربي الاول، اتس امبورتنت من الضروري او من المهم، اتس امبورتنت تو مثلا تيك كير، نعتني تيك كير اوف، نعتني بايه؟ اوف اور mental ايه؟ health. يبقى انا لما اقول جمله وفيها الكلمات الجديده، تصدقوني يا اولاد هتحفظوا الكلمه بشكل غير مباشر، وهتخلي عندك حصيله كلمات كتيره، ويبقى عندك لباقه في الكلام. طب هنجرب برضو في جمل تانية. كلمه avoid تجنب، نجرب كده. you should avoid bad habits، يجب ان تتجنب العادات السيئه. you should avoid bad habits. يبقى انا كده حطيت كلمه void في جمله مفيده. طب basis يعني اساسي. behavior سلوك او تصرف. فاكرين لما اخذنا التصرف اللي عمله بيب، هل ده يا اخت ولا لا؟ كلمه behavior. طب عاوز اقول لك التصرف ده تصرف سيء او التصرف ده شيء وحش، هقول لك مثلا this behavior is very bad. benefit تمشي noun وverb، يبقى benefit معناها يستفيد او فائده. يعني عاوز اقول لك يجب ان تستفيد من كل حاجه في حياتك. you should benefit from everything from your life. طب كلمه brave شجاع، عاوز اقول مثلا علي ولد شجاع. علي is a brave boy. يبقى انا يا شباب عشان احفظ هكتب كل كلمه في جمله، الجمله اقولها بالعربي وبعد كده ترجمها للانجليش. كافيين طبعا اللي هو الكافيين اللي بيكون موجود مثلا في المشروبات اللي انتوا عارفينها. كاتيجوري يعني تصنيف، كاتيجوري. تشويس يعني اختيار. كونسنتريت يركز. كونسيدر يتفكر في شيء او ياخذ في الاعتبار. طب ممكن اقول مثلا كلمه كونسنتريت، عاوز اقول لك يجب ان تركز مثلا في اختياراتك، يبقى you should concentrate in your choices. اهو خدنا كلمه choice وكلمه concentrate. you اكتبها لكم اهو، you should يجب، you should concentrate يجب ان تركز in your choices في خلال اختياراتك. حلو قوي. كلمه consider you put in your consideration ضع في الاعتبار. it's a very important matter. control يتحكم، والباست من control control ضعفت الدي فعل regular. counselor يعني مستشار او مرشد. creation الخلق او الكون او الابداع، جاء من كلمه create، لو جت فيرب create يبدع او ينشئ. current يعني حالي او جاري. current time current news الاخبار الحاليه. divide يعني يقسم. dress يعني يرتدي او يلبس، وممكن تبقى dress يعني فستان. promote يعني يرقي، مثلا اقول لك ايه in my job I get a promotion، بيجي لي ترقيه every month كل شهر. يبقى كلمه promote يرقي. my manager promoted me last month، المدير رقاني الشهر اللي فات. وكلمه promote معنى يعزز او يدعم او يطور من نفسه. scold يعنف او يبوخ، يوبخ. هقول مثلا my سوري لو قلت كده نرجع لها مرة تانية. يوبخ لو قلت my dad usually عادة scolds me يوبخني او يعنفني when I do something wrong لما اعمل حاجة غلط. يبقى scold يوبخ. self care العناية بالذات، العناية بالنفس self care. ستريس الاجهاد او الضغط، هقول انا بعاني من ضغط كتير جدا في الشغل بتاعي. I suffer from a lot of stress. لكن انا مضغوط I am stressed in my job. وممكن اقول I am stressful، خلاص I get stressful. time management ادارة الوقت. well being اللي هي العافية او الصحة او السلامة. issue يعني قضية او موضوع او مشكلة. limit يعني يحد من شيء او يقلل، او كلمه ليميت حد. يعني مثلا اقول لك you should put a limit، يجب ان تضع حدود بينك وبين الاشخاص الغرباء. يبقى كلمه ليميت لو جت فيرب معنى يحد من شيء او يقلل. ميديا اللي هي وسائل الاعلام.
مسج يعني رسالة أو درس مستفاد. normally بشكل طبيعي. مش احنا قلنا water is found normally، المية بتوجد بشكل طبيعي in 3 forms، في 3 أشكال. بين يعني ألم أو وجع، زي مثلا ايه painful شيء مؤلم. perfectly بشكل مثالي أو بشكل تام، دي adverb. please يعني يسعد أو مبسوط، I am pleased أنا مبسوط. poor يعني فقير، poor فقير، وبور يعني يصب. pressure يعني الضغط. psychologist طبعا البي سايلنت، psychologist عالم نفس، وسايكولوجي علم النفس. react يستجيب أو يتجاوب أو رد فعل، رد فعل react. reaction رد الفعل. reduce يقلل. regret يندم، ده verb. regular منتظم وعكسها irregular. responsibility المسؤولية وعكسها irresponsibility. يبقى لما اجي في كلمة regular اقول irregular. responsibility irresponsibility. shoulder اللي هو الكتف. snack يعني وجبة خفيفة، سناك وجماعة سناكس. sound يعني يبدو. طبعا واحد يقول يا مستر مش كلمة sound يعني صوت، لا وتنفع حاجة تانية، ما اقول it sounds good يعني تبدو، او الحاجة دي تبدو جيدة. it sounds good. experience يتعرض لشيء او يعاني. اكسترا اضافه، اكسترا تايم بنسمعها في الماتشات كتير. اكستريم شديد او متطرف، وممكن اقول اكستريم سبورتس رياضات خطره. frustrated محبط او متضايق، I am frustrated انا محبط. increase يزداد. interact يتفاعل، زي السبوره دي اسمها interactive board، سبوره تفاعليه. accept يقبل، لو حد بعت لك طلب friendship صداقة تعمل accept. adapt يتأقلم أو يتكيف معه. athletics ألعاب رياضية، athletics. athletic يعني خاصة بالألعاب الرياضية، دي صفة. automatically تلقائيا، automatically. aware مدرك أو لديه علم. behave يتصرف أو يسلك. change التغيير أو يتغير، noun verb. congratulations مبروك. ديل يتعامل او يواجه. demonstrate يوضح او يشرح. الفوكاب تقريبا سهله كلها. دايري يعني مفكره، دايري. امال ديري يعني ايه؟ ديري، ديري يعني منتجات البان، منتجات البان. زي مثلا شوكليت اللي هي ايه، كادبري ديري ميلك، ديري ميلك، لكن دي دايري. disappoint يعني يحبط او محبط، disappointed هزود لها ايدي تبقى محبط، disappointed. وخدنا من شويه كلمه frustrated. edition يعني نسخه، new edition نسخه جديده. efficient يعني كفء، efficient. extend يعني يمتد، extend. external يعني خارجي. factors عوامل. go on يستمر. grateful ممتن، اقول لك I am grateful انا ممتن او شاكر اللي انت عملته معايا. gratitude برضو معناها الامتنان او يمتن بشيء، gratitude. angrily بغضب. badly بشكل سيء. benefactor دي هناخدها ان شاء الله فين؟ في الستوري بتاعت great expectation، متبرع او فاعل خير. expectations يعني احلام او تطلعات. source يعني مصدر. stretch يعني يمدد او يتمدد، stretch. tips يعني نصائح. urgent يعني عاجل او مهم، حاجه دي يقول لك urgent شيء مهم جدا. wise حكيم. identify يحدد هويه شخص. impact اثر او انطباع او تاثير، impact. the impact of technology on our life، impact of technology on our life. influence يعني يؤثر او تاثير. manage يدير او يتدبر. maybe ربما. memo يعني مذكره. normal طبيعي، normally بشكل طبيعي. observe يلاحظ، observation ملاحظه. optimistic متفائل. participant مشارك، جاي من كلمه participate يشارك، participate بمعنى يشارك، لكن قلت participant مشارك. particular معين او محدد. perceive يعني يدرك او يلاحظ. perception ادراك او تصور.
بيرفكشنست جاي من كلمه بيرفكت، بيرفكت يعني تام، وكلمه بيرفكشنست يعني شخص مثالي او يسعى للكمال والاتقان. بيرفكتلي بشكل مثالي. سايكولوجيست عالم نفس، وقلنا سايكولوجي علم النفس. ريمين يبقى او يظل، ريمين خلاص. ريزلتس نتائج، روتين يعني حاجه يوميه او عاده. سيلف زي ما قلت ماي سيلف بنفسي، اور سيلفز بانفسنا. سبيسيفيك محدد. تينيجر مراهق من 13 ل 19 سنه. ثينكينج تفكير. ابلود يعني يرفع حاجه على الانترنت. لو انت عندك يوتيوب لما ترفع الحاجه على الانترنت اسمها ابلود. طب تنزل الحاجه عندك تحفظها عندك داونلود. فالنتيرنج التطوع. بروف دليل او برهان. بروبرتي ملكيه او عقارات. كوايتلي بهدوء. سلولي ببطء. From now on من الآن فصاعدا. From now on I will do my best. عاوز أقول من دلوقتي فيما بعد أنا هبذل قصارى جهدي. From now on I'll do my best. hammer اللي هو الشاكوش. ممكن hammer and nails. nails اللي هي المسامير. الشاكوش والمسامير are very مهمة جدا لمين؟ very important. نجار يعني ايه يا شباب؟ ها سامع حد بيقول carpenter. are very important to the carpenter اللي هو النجار. household أهل المنزل. my heart is set on يعني أنا مصر أو مصمم على فعل شيء. strangely بشكل غريب. أو ممكن أقول this boy الولد ده بيتصرف بشكل غريب. خدنا كلمة يتصرف معنا behave. This boy behaves يتصرف strangely بشكل غريب. strangely. suspect يشك في حاجة. عاوز أقول I suspect in my friend أنا شاك في صديقي for stealing لسرقة مثلا my mobile. to be worth the effort يستحق ما يبذل من جهد. يعني عاوز اقول لك الحاجه دي تستحق الجهد بتاعها. upset يعني منزعج. privately يعني سرا او حاجه خاصه قوي. هنبدا نحل مع بعض. ركزوا بقى معايا كده في التشوز. هتلاقي احنا لما قلنا في الاختيارات يا شباب ان الفراغ ده لازم الكلمه اللي اختارها تكون صح في المعنى في المينينج، وتكون صح في الجرامر، وتكون صح في البارت اوف سبيتش. يعني ما تبقاش صح في حاجه واحده بس. I couldn't continue مش قادر اكمل. working because I was completely لاني انا تماما ايه؟ مش قادر اكمل لاني انا exhausted مرهق، ولا relaxed مسترخي، ولا interested مستمتع، ولا interesting مستمتع برضه. يبقى انا مش قادر اكمل علشان حاجه مش كويسه. مش معناها مش قادر اكمل لان I am relaxed ما تنفعش، ولا interested ولا interesting. يبقى هي because I am completely exhausted مرهق. Number 2 the new secretary السكرتيرة الجديدة was worried that he أو يعني he أو she السكرتير الجديد قلقان لأنه wouldn't be able to مش قادر to عاوز بعد كلمة to يجي verb with his boss's demands مش قادر كذا مع طلبات الرئيس بتاعه. couldn't to مش احنا محتاجين verb يبقى أنا عاوز verb هنا. طب ما كلهم افعال يا مستر. طب يبقى نبص لحاجه تانية. جرامر كلهم في المصدر يا مستر. يبقى نبص للمعنى. يبقى السكرتير الجديد قلقان لانه مش قادر رن يجري مع المدير مع طلبات المدير، ولا ريس يسابق مع طلبات المدير، ولا كوب يساير او يواكب طلبات المدير، ولا كاري يحمل طلبات المدير. طبعا كاري ما تنفعش، وريس ما تنفعش، وران ما تنفعش. يبقى كلمه ايه؟ كوب اللي احنا خدناها في الكلمات يساير. Number 3 doctors and nurses الدكاترة والممرضات are responsible for مسؤولين عن the care العناية and طالما قلت and يبقى الكلمة اللي بعد and واللي قبلها متشابهين في المعنى. يبقى عاوز كلمة تساويها أو شبهها أو غير ناقضها. يبقى doctors and nurses are responsible for الدكاترة
والممرضين مسؤولين عن حاجتين: care and well born ولا well being ولا self harm ولا self respect. طب الكلمة الغلط ايه يا جماعة؟ هو الدكاترة والممرضين مسؤولين عن الرعاية والضرر النفسي؟ طبعا self harm دي ما تنفعش. طب self respect هو الدكتور ليه علاقة بالاحترام بالذات؟ لا، عشان بقول لك their patients المرضى بتاعتهم، يبقى اكيد بيهتم بحاجة صحية. well born ولا well being؟ اللي احنا خدناها well being اللي هي الصحة او العافية او سلامة المرضى، يبقى دي الصح. نمبر 4 time كذا is highly recommended، يعني حاجة نرشحها لك بقوة when running your own business، لما تدير العمل بتاعك. يبقى لازم تكون انت بتعمل time ايه؟ time management ولا time retirement ولا punishment ولا assignment؟ طبعا retirement اللي هو التقاعد على المعاش. هقول لك ان فترة التقاعد على المعاش يوصى بشدة بيها اللي انت تدير بيها البيزنس بتاعك؟ طبعا لا. ولا البانشمنت العقاب، ما تنفعش. امال اسمها ايه؟ تايم مانجمنت، اداره الوقت. طبعا شيء مهم جدا لما تيجي تعمل اي بزنس، تايم مانجمنت. تايم مانجمنت. نمبر 5 don't worry your father is، ما تقلقش ان باباك is كذا and he is going to leave the hospital، ما تقلقش باباك كويس وهيسيب المستشفى قريب. يبقى your father is approving بيستحسن ولا moving بيتنقل ولا improving بيتحسن ولا removing بيزيل؟ يبقى هي improving يتحسن. ما تقلقش بقول لك باباك بيتحسن وهيسيب المستشفى قريب. نمبر 6 congratulations مبروك I heard you have been، أنا سمعت إن أنت كذا to a higher position لوظيفة أعلى، يعني اترقيت. طيب يبقى uprooted، كلمة uproot يعني يقتلع من جذوره، ما تنفعش. promoted يعني يرقي أو يطور. operated يجري عملية. removed يزيل. يبقى أنا هقول لك مبروك أنا سمعت إن أنت اترقيت you have been promoted. Number 7 if you start studying early، لو بدأت مذاكرة مبكرا for your exams للامتحانات بتاعتك you won't feel afraid، مش هتشعر بالخوف، مش هتبقى حاسس ان انت خايف. or يبقى انا عاوز اجيب برضو زي كلمة and كلمة or اللي قبلها بيساوي اللي بعدها، يبقى انت مش هتشعر بالخوف ولا كذا، ولا steered ولا relieved ولا relaxed ولا stressed. كلمة steer اللي هي يقلب او يدور زي steering wheel، ما تنفعش. relieve يعني يرتاح. هقول لك لو انت بدأت مذاكرة مبكرا للامتحانات مش هتشعر بالخوف ولا الراحة، relieve لا ما تنفعش. relaxed مش هتشعر بالخوف ولا relaxed، طبعا دي ما تنفعش. لكن مش هتشعر بالخوف ولا stressed ولا ان انت مضغوط. تمام. نمبر 8 I must leave now، لازم امشي دلوقتي. ليه يا باشا؟ I am to be in the office in half an hour، عاوز اقول لك المفترض اكون في المكتب في خلال نص ساعة. يعني ايه المفترض بقى؟ improve يحسن، ما تنفعش. suppose يعني من المفترض، ولا refuse يرفض ولا include يتضمن، يبقى هي I am supposed يعني يفترض ان انا اكون في المكتب في خلال نص ساعة. don't كذا، يبقى انا بقول لك ما تعملش الحاجة دي. the new nurse for breaking the machine، ما تعملش كذا للممرضة الجديدة اللي هي كسرت الماشين. it was an accident، دي كانت حادثة او بالصدفة. يبقى don't ايه؟ don't renew ما تجددش الممرضة، ما تنفعش. don't reward ما تكافئش الممرضة اللي هي كسرت الماشين، برضو ما تنفعش. don't scold ما توبخش الممرضة لكسر الماشين لان دي حاجة بالصدفة او بالحادثة، يبقى تنفع دي شوية. ودونت forgive ما تسامحهاش، لا يبقى don't scold. ليه؟ لانها حصلت عن طريق الصدفة او عن طريق حادثة. it was an accident كانت صدفة. number 10 she spaced at her when she found out لما اكتشفت that he hadn't done his homework. يبقى هي عملت ايه لما اكتشفت ان هو مش عامل واجب؟ يعني تخيل مامتك عارفه ان انت ما عملتش الواجب، هتبقى ايه؟ زعلانه طبعا. يبقى she pleased مبسوطه ولا frowned مش عارفها يا مستر. aimed يعني يهدف او ينشل الى، ولا so يعني يرى، ما تنفعش. يبقى هي frowned
فرون يعني عبست او كشرت. Number 11. If you space the position of the disk، لو انت عملت حاجه في مكان الديسك، there will be more room. هنا room معناها مساحه، هيبقى في مساحه كبيره للكرسي. يبقى انت لو عملت ايه في موقع الديسك، alert غيرت، ولا تشارج يشحن، مفيش حاجه اسمها تشحن الديسك، ولا تشيك يراجع، ولا شير يشارك. يبقى انت لو غيرت مكان الديسك هيبقى في مساحه كبيره للكرسي، يبقى alert يعني يغير. I don't like this kind of work، انا ما بحبش العمل ده. because it's، لانه ايه؟ طالما قلت ما بحبش العمل ده يبقى لازم اجيب حاجه سلبيه. لانه ايه؟ needful محتاجينه، aimful ليه هدف، stressful مرهق، ولا regretful يعني يخليك تندم. يبقى انا بقول I don't like this kind of work because it's stressful. Number 13. You need to drive your car slowly. انت محتاج تسوق عربيتك ببطء. I don't think the mist، انا لا اعتقد ان الضباب كذا very soon، انا لا اعتقد ان الضباب هيختفي قريب. يعني ايه يختفي؟ think of، ولا run after، ولا clear off، ولا put off. طبعا هي كلمة clear off يعني يزيل او يتلاشى. Number 14. Studying for 10 hours، المذاكرة لمدة 10 ساعات. طبعا الكلام ده صعب قوي يعني. for 10 hours non-stop، بدون توقف. لو واحد بيذاكر، بعد الشر عليكم يعني، لمدة 10 ساعات بدون توقف، may affect your، هيأثر في ايه؟ ده هيخليك تتجنن. لو انت قعدت 10 ساعات تذاكر بدون توقف، may affect your space health، هيأثر في ايه بقى؟ mental، ولا urgent، ولا brave، ولا stressful؟ يبقى هيأثر في اللي هو الصحة العقلية بتاعتك، mental health. Number 15. plays a vital role، بتلعب دور مهم. الحاجة دي بتؤدي دور مهم in leading business to success، اللي هي تخلي البيزنس بتاعك ناجح او في حالة نجاح. ايه اللي بيخلي البيزنس ناجح؟ البيرن اوت، الارهاق؟ طبعا لا. المانجمنت، الادارة؟ ممكن. مسج، الرسالة؟ ولا كاتيجوري اللي هو الفئة يعني؟ طبعا لا. اللي بيخلي العمل ناجح هو المانجمنت. اوكي. Number 16. I shouted at my daughter، انا زعقت لبنتي. who spaced her lips، عملت ايه في شفايفها؟ زعقت لبنتي اللي عملت كذا. and tears run down، الدموع بدأت تنغمر من عينيها. her cheeks، على خدودها. يبقى انا زعقت لبنتي who exhausted، ولا concentrated مركزة، ولا promoted، ولا potted. كلمة potted her lips يعني كشرت كده او بوزت ببقها بشفايفها يعني. potted her lips and tears، وعيطت. those who suffer from، اللي بيعاني من كذا، should relieve، لازم يستريح. relieve work pressure they put on themselves، اللي بيعاني من ايه لازم يريح نفسه من الضغط اللي بيحطه على نفسه. اللي بيعاني من ايه يا ولاد؟ suffer from stress، من الضغط. سيلف كير، العنايه بالذات؟ طبعا لا، دي مش معاناه. كرييشن، الابداع او الخلق. ريجريت، الندم. يبقى اللي بيعاني من الستريس، من الضغط، should relieve، لازم يريح نفسه من البريشر they put on themselves. Number 18. it's advisable، من يعني شيء نصيحة. that you space making friends with such bullies، نصيحة ان انت تكون او لا تكون صداقات مع المتنمرين. هو المفترض اعمل علاقة مع المتنمر؟ لا. it's advisable that you manage، لا. avoid، تتجنب اللي انت تعمل علاقة مع يبقى صح، avoid، تتجنب. avoid يعني يتجنب. Number 19. don't make much، ما تعملش much كذا on children. let them have their space، اديهم مساحة. and monitored freedom of action، وراقب الحرية بتاعتهم او الفريدم بتاعتهم. يبقى don't make much، يبقى ما تحطش عليهم ضغط كتير. much pressure يعني ضغط. نيجي بعد كده للجزئية
دي حاجه اسمها collocations اللي هي المتلازمات. في مجموعه من الافعال متلازمه مع مجموعه من الناونز او الفيربس. زي مثال هتلاقيني كاتب لك حاجات باللون الاحمر. What activities can you؟ طبعا يمارس نشاط اسمها do activity، بس هو مش لازم يقول لك I do activities مثلا، هو لك what activities can you؟ ايه الانشطه اللي انت to help you feel good بتساعدك اللي انت تكون كويس. يبقى what activities can you do؟ عشان قلت do بتيجي مع activity. طيب نمبر 2 I will have to a lot of tests، يؤدي امتحان او اختبار، يبقى اسمها ايه؟ do a test او do exam. يبقى I will have to do a lot of tests before I can get the job. يعني سوف أؤدي العديد من الاختبارات قبل ما التحق بهذه الوظيفة. In order to improve number 3 عشان تحسن your mental health من صحتك العقلية you need to انت محتاج كذا responsibility مسؤولية for the things you can control. محتاج يكون عندك مسؤولية للحاجات اللي انت تقدر تعمل عليها كنترول. طب كلمة responsibility يعني ياخد مسؤولية او يتولى المسؤولية اسمها sit ولا let ولا make ولا take؟ يبقى take responsibility. burn out الارهاق او التعب is caused by both بيتم عن طريق او بيسبب من خلال الديسيجن القرارات you and situations you can't control القرارات والمواقف اللي انت لا تستطيع ان تتحكم فيها. يبقى you can ايه بقى؟ طبعا يتخذ قرار اسمها make يبقى burn out is caused by both the decision you make and the situation you can't control. Number 5 why don't you لماذا لا the advice your parents gave you ليه ما تسمعش نصائح باباك ومامتك؟ طب يسمع نصيحة أو يتبع نصيحة، كلمة avoid يتجنب ما تنفعش. make يعني هو اللي يعمل النصيحة، وكوز يسبب ما تنفعش. يبقى هي كلمة follow. عاوز أقول لك ليه ما تتبعش النصيحة بتاعت باباك ومامتك. Number 6 you may experience space as a result of too much work. كلمة هنا experience verb مش معناها خبرة، معناها يتعرض. أنت ممكن تتعرض لكذا كنتيجة للعمل الكتير أو العمل المرهق. يبقى هتتعرض للإيه؟ You may experience burn out إرهاق تنفع، stress تنفع، attention لا. يبقى أنت هتتعرض للإرهاق أو للضغط كنتيجة للعمل الكثير. يبقى A and B. Number 7 you can do تقدر تعمل إيه؟ revision احنا قلنا do exercise do activity do exam do a test. طب في ايه تاني مع do revision ولا sleep ولا snack ولا suggestion؟ لا، يبقى do revision. كلمة suggestion بيجي مع make وكلمة snack مع have. Number 8 the exams you have الامتحانات اللي انت كذا aim to measure the progress you have achieved in learning بتقيس مدى تقدمك في التعلم. يبقى the exams you have احنا قلنا مع exam do an exam بس هنا مفيش do يا مستر ماشي، احنا هنا you have يبقى done تصريف ثالث you have done. خلي بالكم الكولوكيشن يا اولاد مش لازم اقول do مثلا do an exam، ممكن اقول does او did او doing او done على حسب زمان الجمله. نمبر 9 responsibility من شويه قلنا بيجي معاه كلمه take. I space responsibility for the office when Mr. Ayman was abroad معناها أنا بتولى المسؤولية لما يكون مستر أيمن بره أو بالخارج. يبقى اسمها made ولا took ولا did ولا got؟ هي took الماضي من take. طب you can take تقدر تاخد كذا lonely ولا good ولا snack ولا well being؟ تقدر تاخد ايه؟ snack يعني ايه؟ وجبة خفيفة أو تصبيرة، وجبة خفيفة. عارفين السناكس لو تروح فندق؟ Please stop talking and pay من فضلك بطل كلام وركز. اسمها pay ايه؟ pay burn out stress A and B ولا attention؟ pay attention please انتبه من فضلك. يبقى دي كلها collocations اللي هي المتلازمات. لو خدتوا بالكم بقى نراجع كده بسرعة. activity يجي معاها do ومش لازم تبقى do صراحة، ممكن do أو does
على حسب الفاعل، او did لو الجمله present او الجمله past، او done لو الجمله تصريف ثالث، او doing لو الجمله في الايه continuous form. برضو test do a test او did او does او done وهكذا على حسب الزمن. طيب responsibility يجي معاها كلمه take، او الماضي من take took، او taking لو مستمره، او had taken. تمام. برضو كلمه decision يجي معاها كلمه make او made او makes على حسب الفاعل. يبقى الكلام ده كله لازم نركز فيه. advice follow advice، يتبع نصيحه. طب يعطي نصيحه give advice. يتعرض experience يتعرض للارهاق experience burn out او experience stress. do revision do exam، كل ده صح. كل ده collocations. take responsibility take a snack pay attention. Number 12 I space time for some activities I enjoy to avoid burnout. عاوز اقول انا يعني بوفر نفسي شويه وقت علشان اعمل انشطه عشان اتجنب الارهاق. يبقى اقول ايه بقى؟ I make ولا feel ولا do ولا experience؟ يبقى اقول I make time for. Number 13 you should space your best never give up. عاوز اقول لك يجب ان تبذل قصارى جهدك، اوعى تستسلم. طب ما انا عارف ان كلمه best do your best، طب هنا ما فيش كلمه do اصلا. follow ولا avoid ولا try؟ لا يبقى try your best. كده احنا خلصنا الفوكاب وخلصنا الكولوكيشنز. هنيجي بقى للكلمه واللي بيساويها، الوورد والسينونيم والوورد والانتونيم. كلمه exhausted مرهق او تعبان بيساويها كلمه worn out. يعني ممكن اقول ايه؟ I am worn out، انا مرهق I am worn out، او I am exhausted because علشان my job وظيفتي is very tiring مرهقة جدا. حلو قوي كده، او متعبة. يبقى كلمة exhausted. improve يعني يحسن بتساوي make better او enhance. you should يجب عليك you should improve your handwriting خط ايديك. hand writing يجب ان تحسن من خط ايديك. ممكن اقول improve او make better او enhance. improve يتحسن بتساوي get better او become better او develop. mental يعني ذهني او عقلي بتساوي كلمة intellectual وكلمة psychological، الاثنين معناهم ذهني او عقلي. scold يعني يوبخ وتيل اوف يوبخ. my mom مامتي usually tells me off بتوبخني tells me off when I don't do my homework لما اعملش الواجب بتاعي. يبقى كلمة scold بتساوي tell off. stress بتساوي pressure. خلاص كده؟ يبقى انا بتكلم على الوورد والسينونيم اللي هو the same meaning. طب لما نيجي نتكلم على الوورد والانتونيم العكس. كلمة improve يحسن، طب انا عاوز عكسها يبقى عكسها worsen او impair. طب improved يتحسن عكسها worsen يزداد سوءا او deteriorate يعني يتفاقم او ينهار. mental يعني ذهني او عقلي عكسها physical، كل ده عكس. promote يعني يرقي عكسها demote معنى ينزل لدرجة او يخفض الرتبة. scold يوبخ عكسها praise يعني يمدح او compliment يعني يمتدح. stress عكسها كلمة relaxation. نشوف الاختيارات بتاعتنا نعمل براكتس. يبقى احنا خدنا السينونيم والانتونيم. نمبر 1 احمد is supposed to be. احمد من المفترض to be ايه؟ ان هو promote يرقي ولا promotion ولا promoter ولا promoted؟ يبقى احمد من المفترض اللي هو be promoted اترقى be promoted. طب احمد is supposed to get. احمد من المفترض يحصل على، يبقى انا عاوز هنا noun. طبعا promote ده verb يرقي وبروموشن ده noun، promoter دي noun، promoted دي verb في الباست. يبقى احمد is supposed to get the promotion من المفترض اللي هو حصل على الترقية. طب مستر اشرف is a space of teachers right حقوق المعلمين. عاوز اقول داعم او مساند لحقوق المعلمين. يو مستر اشرف is a ما تنفعش promote verb
ولا بروموشن ما يعتبرش هو ترقيه، لكن بروموتر يعني داعم او مساند داعم. نمبر 4 I can't do this job alone. ما اقدرش اعمل الوظيفه دي لوحدي. I would be لان هكون exhaust يعني يرهق، دي verb. exhaustion الارهاق نفسه. exhausted مرهق. exhausting مرهق لو انا بتكلم عن شيء غير عاقل، يبقى I can't do this job alone. it would يبقى it دي عايده على الوظيفه، يبقى it would be exhausting، هتبقى وظيفه مرهقه. لكن لو انا اللي مرهق اقول I am exhausted، لان الصفه اللي بتنتهي باي دي بتصف الشخص، بتنتهي باي ان جي تصف الشيء. انا هنا بتكلم على الوظيفه نفسها it، يبقى exhausting. نمبر 5 I would be if I did this job. انا هكون ايه لو انا عملت الوظيفه دي؟ I would be exhaust دي كده verb ما تنفعش. exhaustion noun. exhausted ولا exhausting؟ ها يبقى I would be، شاطرين يا شباب، exhausted. انا هكون مرهق لو عملت الوظيفه دي. نمبر 6 doing this job on my own. ان انا اعمل الوظيفه دي بنفسي would space me هيرهقني، يبقى انا عاوز بعد would هنا اجيب verb. فين الفيرب؟ exhausted دي verb، exhaustion دي noun، exhausted دي adjective صفه، واexhausting برضو adjective، يبقى ما فيش غير كلمه ايه؟ exhaust. on my own would exhaust me هتخليني تسبب لي الارهاق. نمبر 7 doing this job in my own. ادائي للوظيفه دي بنفسي او لوحدي would lead to complete هتؤدي الى complete ايه بقى؟ يبقى انا عاوز بعد كلمه complete اجيب noun. complete exhaust دي verb ما تنفعش. exhaustion ارهاق تام تنفع. exhausted دي صفه ما تنفعش، ولا exhausting تنفع. يبقى انا عاوز هنا noun اللي هو كلمه exhaustion ارهاق. ارهاق تمام. نمبر 8 it's clear that your health has. من الواضح ان صحتك has ايه؟ عاوز اقول لك اتحسنت. تنفع improved؟ تنفع. طب improvement تحسين ما تنفعش. improve ما تنفعش. improvingly ما تنفعش. يبقى هي has improved تحسنت. نمبر 9 the space in your health is clear. عاوز اقول لك احنا عارفين ان النقط دي كده لازم ابقى عارف المعنى المينينج، وابقى عارف البارت اوف سبيتش، وابقى عارف الجرامر. طب هنا ذا طبعا بتيجي مع الناون، يبقى ايه اللي ما ينفعش؟ improved ما تنفعش، ولا improve تنفع، ولا improvingly تنفع. يبقى the improvement التحسن في your health is clear. نمبر 10 I am confident أنا واثق about your ability to space the team. أنا واثق من قدرتك إن أنت تعمل إيه في الفريق. طبعا بعد to أنا عاوز أجيب verb. فين الفيرب عندي هنا؟ manage دي verb، management الإدارة دي noun، manager دي noun، manageable يعني قابل للإدارة دي برضو تعتبر دي صفة adjective. يبقى أنا هجيب كلمة إيه؟ manage يدير أو يدبر. نمبر 11 I am confident أنا واثق that you will be a good إن أنت هتكون good. طبعا good دي صفة، والصفة بتصف النون، يبقى أنا عاوز أجيب بعدها نون اسم. أنت هتكون good space of the team. good manage دي verb ما تنفعش، ما كلهم يا مستر جايين من كلمة manage. يبقى أنا عايز أجيب البارت اوف سبيتش good يجي بعدها نون. فين النون في ده كله؟ كلمة manager. طب ما كلمة management برضو نون. أنا أقول لك أنا واثق إن أنت هتكون مدير جيد للفريق، مش إدارة جيدة للفريق. أنت كشخص يبقى مدير manager. لكن لو قلتها بطريقة تانية I am confident about your good أنا واثق من good كذا of the team. your good يبقى إدارتك الجيدة للفريق، يبقى your good management. كده يا جماعة نكون احنا خلصنا part 1 من unit 4. أخدنا الفوكاب بكل تفاصيلها. إن شاء الله في البارت الثاني بإذن الله هناخد الجرامر بكل تفاصيله. ما تنسوش بقى ان كل فيديو سواء بارت 1 او بارت 2 هيكون ملحق معاه PDF للشرح والهوم وورك، وفي امتحان على جوجل فورم. في نهاية الفيديو اتمنى الاستفادة الكاملة ليكم كلكم، وان شاء الله مع المزيد من الفيديوهات في الفترات اللي جاية.
وانا بكون مبسوط جدا لما يكون في اي حد فيكم بعت لي كومنتس او اقتراح بحيث ان احنا ممكن نحسن من ادائنا او نلبي رغباتكم في الفيديوهات اللي جايه. ما تنسوش تعملوا شير للفيديوهات دي مع اصحابكم عشان كلكم تستفيدوا ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.